هذا نوع من الخداع تعمد عليه دمشق، تشتغل عليه دمشق، والغرب سيندم على هذه التصرفات أو اليقينيات التي حاول أن يعومها داخل الأسرة الدولية وداخل الدول. لكن في المحصلة أيضا ستترك سوريا، أنا بتقديري المجتمع الدولي لن ينخرط في صراع داخل سوريا، ستترك سوريا حتى يعني تتعفن فيها الأوضاع مرة أخرى. إذا لم يتم تصويب يعني الاتجاه المسار السياسي خلال فترة وجيزة، ستترك الأمور، يعني سيترك الحبل على الغارب. سنلحظ الكثير من العنف، الكثير من الهروب من العدالة، الكثير من، وكل ذلك صنعه أمر واحد فقط: الدعم العربي الذي قدم لترامب بدون تسمية الدول التي قامت برعاية هذا المشروع. لكن حتى هذه الدول سترى في لحظة ما بأنها كانت تصنع شيء من حماس في سوريا، وشيء من حزب الله في سوريا، وشيء من حزب البعث في سوريا دون أن تدري. إذا يجب ملاحظة الأوضاع في الداخل، وليس بناء السياسات على النوايا. في الغرب عندما تتحدث في السياسة فتعطي وعد، فهذا وعد الجنتلمان. إذا وقعت على ورقة فهذا عقد بين طرفين. بالنسبة لنا كبلاد، أيضا حظي بشار الأسد في البداية وتحدث عنه الفرنسيين وعوموه قبل كل شيء. قبل أن يصبح رئيسا استقبله جاك شيراك، وقالوا هذا الشاب الفتى الإصلاحي الذي يحب التكنولوجيا والكمبيوتر وسيقود سوريا إلى الإصلاح، ويرتدي الساعات ويلبس الأطقم، وزوجته درست في بريطانيا، وهو طبيب عيون ليس لديه ماضي عسكري. كل ما قيل عن الشرع قيل في بشار الأسد. لكن يبدو أننا نمتلك ذاكرة ضعيفة، ويبدو أن العالم أيضا يحب القصص المباعة الأكثر مبيعا. قصة بشار أسد ابن رئيس يريد أن يفارق ماضي أبيه، وقصة أحمد الشرع الذي يريد أن يفارق ماضي آبائه.